السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة اليوم سهلة واقتصادية، وصفة الفلان باتيسير أو فلان المقاهي في المول الأسطوري بمقادير مضبوطة تنجح لك من أول مرة. نبداو على بركة الله. أول حاجة بلا بات صابلي اللي تجي في القاعدة نحتاج مغرف زبدة أو مارغرين، مغرف ونص سكر جلاس، رشة ملح، ومغرف صغيرة فانيليا، ونزيدو مغرف كبيرة زيت ونخلطه مليح. هنستعمل تدي حتى يدوب السكر مع الزبدة ويتجانسوا المكونات الكل مع بعضها، ونزيدو لهم عظمة كاملة ونخلطوهم ونلمو بالفارينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية. ونجيبو المول الأسطوري تاعنا وبابي كويسون ونقيسو عليه، ونحلو العجينة في البابي كويسون على قد المول، ونحيو الزيت بالموس، ونحطو العجينة بها بالبابي كويسون في المول الداخل، ونحاولوا نعدلوها بيدينا ونحطوها في الفريجيدير، ونروحو نحضروا الفلان تاعنا. في كسرونه نحطو 6 كيسان تاع حليب مش معمرين مليح ونحطوهم فوق النار. في جهه اخرى نجيبو عظمه، رشه ملح، نص كاس تاع سكر، نص كاس تاع نشا، مغرف صغيره فاني، ونزيدو 2 كيسان تاع ماء مش معمرين مليح من العين، ونخلطوا الخليط تاعنا ونضيفوا له الحليب اللي كنا دفيناه، ونخلطوا مليح بالفويه ونرجعوه في الكسرونه، ونقعدوا نحركوا حتى يتقل الخليط. كي يوجد الفلان تاعنا نحطوه في المول، نحاولوا يكون بالتساوي ونعدلوا السطح تاعو ونحطوه يطيب في الفور واحد 45 دقيقه من تحت. من بعد نشعلوا له من الفوق حتى تتشكل معنا هذه الطبقه، ونخرجوه وندهنوه بالناباج ولا بالكراميل، ونخليوه يبرد مليح ويحكم روحه، ونحيوه من المول ونقصوه ونقدموه. للعلم انا ما صبرتش وما خليتوش يبرد مليح، انتما خليوه حتى واحد 4 سوايع يبرد مليح ومن بعد قصوه. يجي بنين وخفيف ويترعد. وهذه هي الوصفة تاع اليوم. كان عجبتكم ما تنسونيش بجام والاشتراك في القناة، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. بالصحة والهنا، سلام.